أعزائي المشاهدين، نستكمل حوارنا الممتع مع البروفيسور فهمان ونستقبل أسئلة المشاهدين. ومعنا أول اتصال، تفضلي يا أختي. يعطيكم العافية. دكتور فهمان، دخيلك ممكن أسألك؟ أهلا وسهلا، تفضلي يا أختي. طيب يا بروفيسور، وصلتوا لأي اكتشاف بأي عمر هالرجال بيوقف بصبص على هالنسوان؟ والله إنه سؤال ممتاز جدا جدا. تفضل يا بروفيسور. إيه، بصراحة هذا سؤال أغلب النسوان تبحث عنه. كنا نعتقد علميا أن الرجل ما بيوقف بصبصة لحتى يموت، لكن أحدث الدراسات أثبتت بشكل قاطع ومؤكد أن الرجل الطبيعي يعني النورمال يتوقف عن البصبصة للنسوان بعدما يموت بسنتين. وليه على قامتي؟ يعني ما في أمل؟ ما في داعي تولولي، طولي بالك وأزيدك بالطنبور نغمة. إن الأب نورمال يعني الغير طبيعي، يعني مثل الفامباير، هذا مصاص الدماء إذا بتعرفي، هذا ما بيمشي بدون ما تغرزي خشبة بقلبه. يا لطيف يا لطيف، ليش هالخشبة يا بروفيسور؟ لأنه بدون الخشبة بيرجع بيقوم وبيتحول لزومبي، وبهي الحالة غير فشكة بين عيونه ما بيمشي الحال. معقول هالحكي بروفيسور؟ لهيك وصلنا؟ إذا مو مصدقة روحي جربي.